السلام عليكم. الاهلي فاز على ميدياما الغاني 1-0 في غانا، وده شيء من النادر حدوثه. يعني الاهلي مؤخرا ان الاهلي يكسب في افريقيا بره ارضه ده بقى شيء صعب قوي. بس الاهلي النهارده فاز رغم ان هو ما كانش الاحسن اداء وما كانش هو الاقوى في المباراه في سيناريو المباراه نفسه، مش كاقوى كاداء او مش اقوى كتاريخ. الاهلي طبعا اقوى من ميدياما بكتير جدا، ميدياما دي لسه معمولين 2002 تقريبا يعني. لكن انا عايز اتكلم على المباراة من كذا حاجة. اولا الشوط الاولاني يعني كان شوط من العك الكروي الجميل الاهلي كان بيقدمه، ملوش اي علاقة بالاداء ولا ليه علاقة بمركز شباب. يعني ارضية المباراة سيئة جدا، انت بتلعب في مركز شباب حرفيا، الرطوبة عالية. ماشي، احنا كنا في سكة او قصة الرطوبة دي كتير، انت طول عمرك بتلعب في رطوبة وحشة، يعني طول عمرك بتلعب في اجواء افريقيا، فالموضوع مش جديد علينا. بتتكلم طبعا عن الاحداث اللي حصلت قبل الماتش والمشكله اللي كانت حاصله للاهلي والكلام ده كله، ماشي. بس كل ده كوم واللي الاهلي قدمه الشوط الاولاني كوم تاني خالص. يعني الاهلي الشوط الاولاني قدم اداء سيء جدا 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 في كل الخطوط. يمكن الشوط الاولاني ما فيهوش غير مصطفى شوبير وياسر ابراهيم فقط، والباقي كله يعني 45 دقيقه من العك الكروي. الاهلي ما جاش الشوط الاولاني خالص. ميدياما شفناهم هم نازلين الماتش يا جماعه. بص يعني قبل الماتش ما يتلعب، ميدياما ما عندوش اي سبيل غير ان هو لو اتغلب من الاهلي خلاص هو كده بخ بره البطوله. فهم ماتش على ملعبهم وسط جمهورهم والكلام ده كله، فهم عايزين يكسبوا المباراه. فهم نازلين بيهاجموا بشكل كويس جدا من اول 5 دقايق في المباراه. بتشوف عادي في منطقه جزاء الاهلي بالثمان لعيبه وبالسبع لعيبه من ميدياما، فحلو عندك مساحات استغلها بقى. يعني مش ده الطبيعي لما بتلعب مع فرق افريقيه اضعف او فرق افريقيه اقل. طبيعي بتلاقي الفرق دي بتسخف جدا ومنظمين دفاعيا على ملعبهم وضغط جمهوري كبير. لا، ده الناس اصلا اشتكت ان الماتش اتلعب الجمعه مش السبت عشان هم على طول ماتشاتهم كلها السبت، فمش عارفين يحشدوا جماهير بشكل كبير ولا الكلام ده كله. ولكن لا، يعني انت الناس بتضغط وبتهاجم وضيعوا فرص وضيعوا جوان، وفي نفس الوقت انت عندك مساحات كتير. يعني في كذا كورس الاولاني شوف لعيبه الاهلي 2 على 2 و3 على 3 مع دفاع ميدياما، لكن ما بنستغلش الكور. عندي بس كام تعليق على الشوط الاولاني على بعض الحالات يعني، او بعض الحاجات اللي كانت موجوده الشوط الاولاني. يعني مصطفى شوبير الله يبارك لك، ياسر ابراهيم الله يبارك لك بصراحه. محمد عبد المنعم هو في ايه يا اسطى؟ يعني معلش نتوقف شويه عن محمد عبد المنعم. في ايه يا اسطى؟ هل انت يعني هل انت خلاص وصلت من التناكه الكرويه ان انت مثلا تعمل الغلطات اللي شفناها الشوط الاولاني؟ الشوط الثاني ماشي يا سيدي، واضح ان هو كولر اداله كلمتين حلوين فظبط. لكن لا، الشوط الاولاني في كورتين ياسر ابراهيم شايلهم وكوره مصطفى شوبير شايلها، اقسم بالله العظيم الثلاث كور دول 3 اهداف بسبب سيادتك. بسبب مش هقول لك ان هم اخطاء لا، دي غلطات هبله، دي غلطات واحد بيتعالى على الكوره، دي غلطات واحد شايف نفسه ان هو بيتنك على الكوره، او غلطات بقى ثقه متناهيه. ليه يا اسطى في ايه؟ وقلنا الكلام ده قبل كده مع المنتخب في البطوله المحببه اللي احنا كنا بنلعبها، وقلنا الكلام ده قبل كده مع الاهلي. بلاش تناكه على الكوره. يعني اجدع منك واحسن منك وقعدوا في البيت بسبب التناكه الكرويه. عادي، انت ممكن في هجمه في كوره تتنك عليها، شكرا سلام عليكم جون، وفي الادوار الجايه الدنيا اصعب. يعني في الادوار اللي جايه هتلاقي الدنيا اصعب عادي. ممكن تلاقي الماتش خلص بكوره بغلطه انت غلطتها. والفكره ان المشكله كلها ان الغلطات دي مش غلطات يا سيدي عادي غلطنا مره، لا، هي غلطاتك كلها ملهاش اي علاقه بغلطات مدافع. هي ليها علاقه بان انت بتتنك على الكوره، او ان انت يعني مطمن بزياده. مفيش حاجه اسمها كده. انا ما اعرفش بصراحه هل انت بتعمل كده ليه، انا ما اعرفش. عرفنا يا سيدي انت احسن مدافع داخل القاره، بس مش قوي كده يعني، ما تعرضهاش علينا قوي كده يا عم. ده بالنسبه لاول حاجه. ثنائيه السوليه ونيدفيد رغم الغيابات الكتير جدا، ولكن الثنائيه دي كانت تايهه في وسط الملعب الشوط الاولاني. الاثنين مش عارفين يسيطروا بشكل كبير على نص الملعب الشوط الاولاني. حسين الشحات الشوط الاولاني هي نفس الكوره اللي بيجيله كل ماتش، وبيقطم وبيخش وبيشوطها وبتضيع. لازم يبقى انهاء الكوره دي احسن من كده بصراحه. يعني ضيع الكوره الشوط الاولاني برده ما اعرفش العادي بتاع حسين الشحات برده نفس الكوره دي بتضيع كل ماتش تقريبا. يعني هات ماتشات الاهلي في افريقيا هتلاقي فيه كوره كده لازم تيجي لحسين الشحات على الناحيه الشمال يخش ويقطم ويضيعها في 1 على 1. لازم يكون انهاء الكوره دي احسن من كده عشان اللي جاي اصعب.
فدول ده ملخص يعتبر الشوط الاولاني اللي كان موجود. مصطفى شوبير بصراحه يعني عاجبني جدا ثقته في نفسه، عاجبني جدا اداؤه وهدوءه، وان هو مش مخضوض من حاجه، وثقته في نفسه. وكل ما الاهلي بيكون محتاج الراجل ده بيلاقيه. عندنا برضو حاجه من ضمن المشاكل اللي كانت في الشوط الاولاني وفي ماتش بلوزداد اللي كان قبل كده وفي اكتر من مباراه تانية، هو في حاجه غلط عند محمد هاني. يعني جبهه محمد هاني دي خلاص بقت بتخترق زي السلام عليكم كده. وبعدين شفته في الاخر جاي بيتخانق مع الحكم وابتدى يعني بيشوح للحكم بيزقه. ايه يا اسطى؟ وانت شايف انت فاهم الشرع غلط برضه، انت فاهم الكابتنه غلط. ما اعرفش يعني حل مشاكلك الدفاعيه الاول بقى تعالى يعني ايه تخانق مع الحكم. يعني انت في ماتش بلوزداد كانت كل هجمات الفرقه من ناحيتك. اسمه ايه ابو الخير ولا بالخير اللي كان في بلوزداد ده، الباك الشمال بتاعهم ولا الوينج الشمال بتاعهم كان واكل على قفاك عيش فظيع. النهارده الشوط الاولاني برضو معظم الهجمات جايه من ناحيتك، بغض النظر ان الحمد لله ان المباراه دي ما كانش فيها فار او دور المجموعات ما فيهوش فار، لان كان في ضربه جزاء واضحه وضوح الشمس على علي معلول في الشوط الاولاني لصالح مديامه، كانت ممكن تقلب المباراه 180 درجه. بس الحمد لله الشوط الاولاني اتسطرت وخلص 1-0 خلص 0-0. الشوط الثاني برغم العك ده كله عجبني كولر في حاجه، عجبني كولر ان هو عارف ان عنده مشكله في نص ملعبه، بدا يلعب 4-4-2. يعني بدل ما كان سايب عمرو السوليه وندفد الاثنين وقدامهم امام عاشور، لا نزل كمان في وسطهم حسين الشحات ولعب باثنين قدام اللي هم بيرسي تاو اللي ما جاش المباراه ومودست. ربنا كرمنا ومن كرم ربنا علينا الحمد لله احنا جبنا جون في اول 3 دقائق في الشوط الثاني. يعني الهدف اللي جه ده طبعا زي ما شفنا انا بحب عمرو السوليه في الحاجات دي. يعني عمرو السوليه ممكن يديك واحده تشيب باس كده من نص الملعب يخليك انت والجون. فعلا هي تشيب باس كده، رغم ان هو ممكن ما يكونش في حالته، ممكن يكونش الراجل لاعب اساسي مؤخرا بشكل كبير، ممكن يكون مش هو عمرو السوليه اللي كان شايل نص ملعب الاهلي الفترات اللي فاتت، ولكن واحده تشيب باس لمودست خلاها هو والجون. مودست عدل ورسي وهادي جدا، وكان مباصي لحسين الشحات اللي برضه شاطه في ايد الجون، بس يعني الحمد لله انها دخلت. يعني هي برضه اتشاطت في ايد الجون، يعني ماشي الحمد لله. عجبني برضه استغلال الاهلي للجون اللي جابه. يعني خلاص جبنا الجون هنلعب 4-4-2. الاهلي بدا واحده واحده يتقل على الكوره بخبره الاهلي بقى. مشكله ميدياما برضو ان هو قليل الخبره شويه. الاهلي كان عنده الخبره ان هو يعرف يمشي المباراه زي ما هو عايز، والجون اللي جه في الاول ده خدم الاهلي. يعني الجون اللي احنا جبناه في اول 8 دقائق في اول 3 دقائق ده هو خدم الاهلي بشكل كبير جدا، صير المباراه زي ما الاهلي عايز. ميدياما بدا يضغط اكتر، بدا يلعب اكتر، ولكن الاهلي بال4-4-2 اللي كان عاملها. وبصراحه عجبتني ان كولر اراها من بدري، خلاص خلى هاني ما بيتقدمش كتير عشان هو عنده مشكله دفاعيه وعايزين لازم الموضوع ده يتحل. شفنا علي معلول بدا يزيد هجوميا شويه خلاص بعد ال4-4-2 اللي بقت موجوده. شفنا مودست تحرر اكتر. بيرسي تاو انا من وجهه نظري ان هو ما جاتش الماتش. يعني بيرسي تاو طبيعي واحد لسه راجع من بطوله افريقيا وكان عنده اصابه والكلام ده كله ماشي. بيرسي تاو برضو الى حد ما مش احسن حاجه المباراه دي. عجبتني تغييرات كولر جدا جدا. يعني شفت عجبني بغض النظر عن تغيير ياسر يعني اللي نتمنى له الشفاء. يعني الراجل واقع بصراحه، اتمنى ان هو تكون اصابه خفيفه يعني، ولكن تغييرات كولر بصراحه كانت كويسه جدا. يعني تغييرة كريم فؤاد، تغييرة اكرم توفيق عجبني جدا. وسام ابو علي الكام دقيقه او 20 دقيقه اللي لعبهم دول حاسس ان هو مش جاي ياكل عيش. يعني حسيت كده من طريقه لعبه ان الراجل ده لا، الراجل ده جاي يعمل حاجه. الراجل ده ممكن يكون هو مهاجم الاهلي الاساسي في طبعا في عدم وجود كهربا زي ما شفنا المباراه دي علشان فرح اخته تقريبا. ومودست طبعا يعني بيأدي 1.5. نفسنا والله الاثنين يبقى في منافسه بين الاثنين، لكن انا عجبني وسام ابو علي جدا في الكام دقيقه اللي لعبهم. نص الملعب كمان بتاع الاهلي وامام عاشور خاصه الشوط الثاني كان بيأدي شوط ثاني ولا اروع. يعني امام عاشور بعد ما خلاص الاهلي جاب الجون وابتدى يبقى فيه 4 في نص الملعب، تحس ان امام عاشور ابتدى الواجبات الدفاعيه او ان هو يساند مع السوليه وكريم ندفت اللي صف الدقيقه 65 وخرج قلت. ابتدى احس ان هو يعني ايه لا عادي. يعني امام تحرر شويه، ما بقاش مضطر ان هو يساعد معاهم لان خلاص بقى فيه 4 في نص الملعب. لكن يبقى الاهلي محتاج ان هو يأدي بشكل احسن من كده، يأدي بشكل اقوى من كده الفتره اللي جايه، لان اللي جاي اقوى من كده. يعني هيبقى اقوى واصعب من اللي احنا فيه دلوقتي ده. الاهلي بنسبه كبيره ان شاء الله في حاله فوز شباب بلوزداد او يانج افريكانز واحد من الاثنين بكره هيكون ضمن صعوده ان شاء الله لدور او صعوده من دور المجموعات خلاص للادوار الاقصائيه.
ولكن خلينا متفقين ان اللي جاي صعب، واللي جاي بالنسبه الاهلي لحد دلوقتي لم يصل لمستواه الافضل في بطوله افريقيا. وان كان الناس مطمنه ان الاهلي على طول بيحب يخض لنا كده في دور المجموعات ونلاقي ان الدنيا كوارث، والاهلي في الادوار الاقصائيه بيبقى حاجه تانية. ففوز مطمئن الى حد ما، وفوز بيسهل للاهلي المجموعات. خلاص الاهلي ان شاء الله في حاله فوز زي ما قلنا شباب بلوزداد بكره او يانج افريكانز، حد من الفرقتين هيفوز على الثاني بكره، الاهلي ان شاء الله هيكون صاعد رسمي للادوار الاقصائيه ان شاء الله في بطوله افريقيا ويحافظ على لقبه.